السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. هل تخيلتم يوما بأن حياتكم قد تتحول من طريق إلى آخر، وبأن الله قد يرسل لكم شخصا يغير حياتكم وإلى الأبد؟ هذا ما حدث بالضبط مع الشاب الذي سأروي لكم قصته في هذه الحلقة. لكن قبل أن أروي لكم القصة أتمنى منكم أن تضعوا إعجاب على الفيديو، فهذا يساعد الفيديو على الانتشار بشكل أوسع ليصل لأكبر عدد ممكن من الناس. حدثت هذه القصة في أحد الأسواق في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. ويقول الشخص الذي روى القصة: كنت أقود سيارتي في أحد الأسواق في مدينة الرياض، فإذا بي أرى شابا يعاكس فتاة، فقلت في نفسي: هل أنصحه أم لا؟ فقررت أن أنصحه، فاتجهت باتجاه الشاب والفتاة، وعندما اقتربت منهم نزلت من السيارة، وعندما رأوني هربت الفتاة، وخاف الشاب ظنا منهم أني من الهيئة. وأظن أنكم الأغلبية تعرفون الهيئة، هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية. فقلت له: لا تخف، أنا لست من الهيئة ولست رجل شرطة، أنا أخ لك أريد لك الخير عن طريق النصيحة. فجلسنا نتحدث، وبدأت أذكره بالله سبحانه وتعالى وبالخير والشر وبالجنة والنار وبالحلال والحرام. فبدأت ألاحظ أن الدموع بدأت تنهمل من عيون هذا الشاب، وبعدها افترقنا وكل منا ذهب في حال سبيله. لكن قبل أن نفترق أخذت رقم هاتفه وهو أخذ رقم هاتفي، وبعد أسبوعين وأنا أفتش في جيبي وجدت رقم الشاب، فقررت الاتصال به لأطمئن على حاله. وبالفعل اتصلت به فرد علي، فقلت له: السلام عليكم، هل عرفتني يا فلان؟ فرد علي السلام وقال: كيف لا أعرف هذا الصوت الذي قال لي كلمة الهداية والذي أبصرت من خلاله طريق الحق المنير. وتحدثنا قليلا وتواعدنا على اللقاء بعد صلاة العصر، لكن قدر الله أن يأتيني ضيوف مما اضطرني إلى أن أتأخر على صاحبي لمدة ساعة. وبعد أن ذهب ضيوفي ترددت في الذهاب إلى الموعد بعد كل هذا التأخير، لكنني قلت من الأفضل أن أفي بوعدي ولو ذهبت متأخرا. وبالفعل ذهبت إلى منزل الشاب، وعندما وصلت طرقت الباب ففتح لي والده الباب، فقلت له: السلام عليكم، فرد علي السلام، وسألته: هل فلان موجود؟ فنظر إلي باستغراب، فكررت سؤالي: هل فلان موجود؟ فنظر إلي باستغراب أكثر وقال لي: هذا تراب قبره يا بني، لقد دفناه منذ قليل. فقلت له والصدمة تملأ وجهي: لكنه كلمني في الصباح. فقال لي: نعم، لقد صلى الظهر وبعدها جلس في المسجد قليلا ليقرأ القرآن، وعاد للبيت ونام قيلولته، وعندما أردنا أن نوقظه ليتناول الغداء فإذا بروحه فاضت إلى الله تعالى. ثم قال لي: لقد كان ولدي ممن يجاهرون في فعل المعصية، إلى أنه منذ أسبوعين تغير بشكل كبير وتحول حاله، وأصبح هو من يوقظنا على صلاة الفجر بنفسه، مع أنه كان يرفض الصلاة وكان يجاهر في فعل المعصية في عقر الدار، لكن الله تعالى من عليه بالهداية في آخر أيامه. ثم قال لي والد الشاب: من أنت ومنذ متى تعرف ولدي؟ فأنا لم أرك من قبل. فقلت له: منذ أسبوعين. ثم قال: هل أنت الرجل الذي نصح ولدي؟ فقلت له: نعم. فاقترب مني والد الشاب ثم قال: أريد أن أقبل رأس من أنقذ ولدي من النار. سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. هذه نهاية قصتنا لهذا اليوم. لن أقول لكم العبرة من هذه القصة، سأترككم تستخلصوا العبرة بأنفسكم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الفيديو وأن تضغطوا على زر الإعجاب. ومن لم يكن قد اشترك في القناة أرجو منك أن تضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أراكم في قصة جديدة. دمتم في رعاية الله.